نعيد إلى هذه المقابلة الخاصة مع السيد مسرور البرزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان للحديث عن عدد من الملفات، وأهم هذه الملفات الخلاف ما بين بغداد وإقليم كردستان. مرحبا كاك مسرور وشكرا على وقتك. أهلا وسهلا، شكرا. لماذا وصلنا إلى نقطة التحشيد القوات ما بين إقليم كردستان وبغداد؟ Of course, the problem بداية، إن المشكلة التي نراها اليوم ما هي إلا تراكمات لإشكالات سابقة أدت إلى الوضع الراهن، وجوهر المشكلة يكمن في الاختلاف بين ما تراه الحكومة في كردستان من أسلوب حكم وبين ما تراه الحكومة في بغداد. أعتقد أنه كي نفهم الوضع الراهن علينا العودة إلى الوراء لإدراك السبب الرئيسي في الخلاف، وهو إيمان الحكومة في بغداد بمركزية الحكم، في حين أن كردستان تؤمن بضرورة لا مركزية الحكم. هذا بالأساس ما أدى إلى أفعال وردود أفعال أوصلتنا إلى ما آلت عليه الأمور اليوم. لكن سيد مسرور، اليوم زيارتكم إلى كركوك قبل يومين مع سيد رئيس إقليم كردستان وصفت من قبل بغداد بأنها إعلان حرب من قبلكم باتجاه بغداد. بالنسبة للسؤال عن أسباب نشر قوات الجيش العراقي في كركوك وفي المناطق التي يشار إليها في الدستور على أنها مناطق متنازع عليها، هذه مناطق حدد دستور طريقة التعامل معها وكيفية تناولها من خلال المادة 141، وهي مادة واضحة جدا في الدستور متعلقة بهذه المناطق المتنازع عليها. أما نشر القوات في هذه المناطق فهو بحد ذاته خطوة استفزازية من حكومة المالكي. هذا هو السؤال الذي يجب أن يوضح للعراقيين، أي من الذي بدأ هذا التوتر، وما هي النوايا من وراء هذه الخطوات. فنحن نعتقد أن الدستور وضع حلا سليما لهذا الخلاف، إلا أن هذا الحل وللأسف تم تأجيله لسنوات عديدة. أما الآن فإن تجاهل الدستور ومحاولة فرض حل عسكري سيقابله بالتأكيد رد فعل من الشعب العراقي وقطعا من كردستان. لماذا هذه الزيارة التي قمتم بها إلى قوات البيشمركة في كركوك؟ هل هي قوات نصح لزيارة نصح للقوات بأنه عدم الانجرار لأي صراع، أو هي عملية إعطاء معنويات أكبر لقوات البيشمركة؟ أولا، كعراقيين بوسعنا التنقل في أي مكان في الدولة، فما من قيود مفروضة على الرئيس أو على أي منا بالنسبة للتنقل في أنحاء الدولة. وبالنسبة لزيارة الرئيس فقد كان يهدف منا التحدث إلى البشمركة ودعوتهم لتوخي الحذر وعدم الانصياع لأي استفزاز من الجانب الآخر. بالتأكيد السبب الرئيسي لزيارة تلك المواقع هو التعرف على ما يحدث هناك على الأرض، وما من خطأ في ذلك. طيب سيد مسرور، بغداد تتحدث بأن المادة 140 هي تنطبق على كركوك فقط، لا تنطبق على الموصل، لا تنطبق على ديالى، لا تنطبق على صلاح الدين. لذلك هم يقولون المناطق المتنازع عليها هي فقط في كركوك. لماذا امتداد قواتكم إلى المحافظات الأخرى، أو تصفون المحافظات الأخرى بأنها متنازع عليها؟ هذا الدستور حسب رؤيته هو، وهي طريقة فريدة في تفسير الدستور، بينما نحن نرى أن الدستور ينص بشكل واضح على ما هي المناطق المتنازع عليها، وهي ذات المناطق التي عمد النظام السابق على تهجير الأكراد منها بشكل منتظم وقسري. والآن يحاول الأكراد العودة إلى الأراضي التي هي حق لهم. وإن عدنا إلى الدستور فهو ينص في المادة 141 على الطريقة التي علينا التعامل بها مع هذه المناطق، وهي على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي تطبيع الأوضاع، وذلك على جزئين. الأول يكون عبر إعادة كل المهجرين من هذه المناطق وتعويض السكان الجدد ليعودوا إلى المناطق التي أتوا منها. أما المرحلة الثانية فهي القيام بإحصاءات عامة،
ثم ثالثا إجراء استفتاء عام بين السكان الأصليين لتلك المناطق كي يقرروا مصير هذا الإقليم. هذا هو الحل الذي ينص عليه الدستور باتفاق جميع الأطراف، وهو الدستور الذي صادق عليه أكثر من 80% من الشعب العراقي. لماذا الآن تطرح حلول أخرى؟ ولماذا يتم تفسير هذه المادة بهذا الشكل المختلف؟ هذه هي حقيقة الخلاف، وهم يحاولون تبني الموضوعية فقط في المواد الدستورية التي تخدم أهدافهم، ويتجاهلون تلك المواد الأخرى المتعلقة بالتسوية على نطاق أوسع. طيب، يعني اليوم بغداد طلبت من إقليم كردستان بتسليم الأسلحة الثقيلة التي ظهرت في أزمة بغداد إقليم كردستان. من أين لكم هذه الأسلحة؟ هذا سؤال مهم جدا وكثير ما يطرح علينا. نحن حاربنا النظام السابق كما ضحينا من أجل تحرير العراق وضحينا لتحرير شعبنا، وهذا السلاح هو ما أخذناه من جيش النظام العراقي السابق أي جيش صدام، ونحن نعتقد أننا جزء من هذه الدولة، ويحق لنا أن نكون جزءا من السياسة الدفاعية الكلية للدولة. وهذا للأسف ما لم نره من حكومة بغداد وطريقة تعاملها مع إقليم كردستان. هم يعتبرون إقليم كردستان جزءا من الدولة عندما يتعلق الأمر بالواجبات، أما فيما يتعلق بالحقوق فهم يتعاملون مع كردستان وكأنها كيان منفصل عنهم. هذه أسلحة ما زالت موجودة في العراق، فلماذا يشكل هذا الأمر إشكالية كبيرة لبغداد، في حين إن عدنا إلى كل الاتفاقية المبرمة منذ عدة سنوات فإن تسليح وتمويل ودعم جيش البشمركة يجب أن يكون ضمن السياسة الدفاعية العراقية العامة، إلا أن نظام المالكي حتى الآن امتنع عن دفع رواتب جيش البشمركة، وامتنع أيضا عن تسليح هذا الجيش بشكل متكافئ مع بقية الجيش العراقي، كما لم ينظر إلى البشمركة على أنهم هيئة تابعة للسياسة الدفاعية العراقية الشاملة. إضافة إلى ذلك فإن الإنفاق السيادي للدولة العراقية يقتطع من الميزانية العامة للعراق. مليارات الدولارات تخصص لإنفاقات الدولة السيادية، وهذا طبعا يشمل الميزانية الدفاعية، إلا أن جيش البشمركة لا يحصل على أي شيء من ذلك، ومن ثم تستقطع ميزانية كردستان مما يتبقى من ميزانية الحكومة بعد تغطية النفقات السيادية. وعندما يقولون إن ميزانية كردستان هي 17%، هي بالتأكيد ليست 17%، بل أقل من ذلك بكثير، لأنهم يقتطعون 17% من 80%، وليس الميزانية الكاملة أي 100%. كما أن السياسة الدفاعية العراقية يجب أن تشمل كردستان إن أرادوا التعامل مع كردستان على أنها جزء من العراق. بالتالي يجب أن ينفقوا على حماية كردستان كما ينفقون على حماية بقية العراق، لكنهم للأسف يتلاعبون بالميزانية ويتلاعبون بهذا النظام ويضللون بمعلوماتهم الرأي العام. طيب، السيد المالكي هو القائد العام للقوات العراقية ويستطيع تحريك القوات إن كان من بغداد باتجاه الإقليم. لماذا تمنعون القوات العراقية من الدخول؟ هناك حين حدثت موضوع عملية ضبط الحدود مع سوريا منعتم هذه القوات. وبخصوص الموازنة، يعني هناك تصريحات لأعضاء في دولة القانون يقولون بأن الإقليم لا يعترف إلا بمادتين من الدستور، المادة 140 والمصاريف الاتحادية. هذا ليس صحيحا، فهم في الواقع انتقائيون جدا في تعاملهم مع الدستور. إن مهمة الجيش العراقي حماية الحدود العراقية وحماية الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان وأشوريين وغيرهم، وليس من مهمته أن يتدخل لحل خلافات بين أطراف سياسية. ما يقوم به المالكي ليس حماية العراق من دول الجوار، فالعراق لا يتعرض لهجمات من قوات خارجية، بل هذه قضية سياسية داخلية. فلماذا يتم نشر قوات الجيش ضد كيان يشكل جزءا أساسيا من النسيج العراقي؟ هذا سؤال يجب أن يحصل الشعب العراقي على إجابة له، وعلى الحكومة العراقية أن تخبر الشعب عن غاياتها من وراء حشد قوات الجيش باتجاه كردستان.
their intentions are behind mobilizing so many forces to Kurdistan. طيب ما هو الدور الذي لعبه الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في التهدئة لملف إقليم كردستان بغداد؟ I think this is an internal issue. أعتقد أن هذه القضية هي شأن داخلي، ولكل الأطراف مصالح، سواء دول الجوار أو الولايات المتحدة. كلهم يعتبرون العراق دولة مهمة، وللجميع مصلحة في عراق مستقر وليس متوتر. بالتالي فإن أي جهود لتهدئة الوضع مرحب بها، لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن هذا شأنا داخليا ولا بد من تسويته داخل العراق. السيد مسعود برزاني يتحدث أكثر عن الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل الحديث مع السيد مسرور البرزاني مستشار مجلس الأمن لإقليم كردستان، فابقوا معنا.